اليوم وقع اقوى فوز للمنتخب السعودي يا مصطفى. ايش رايك بفوز؟ مش وقت هوله. ايش رايك بفوز السعوديه على الارجنتين؟ فوز السعوديه على الارجنتين صدفه. ما طبعا انا راقد والله ما بصرت مباراه ولا عاد انا قمت الان. ولا اي صدفه، اقسم بالله انهم قاتلوا ولعبوا. هذا كالفك طار وراسه طار، وهذا هدف والدوسري. والله انهم من هنا لعبوا. مالك فارع بالسعوديه؟ فارح وانت فارح ولا لا؟ والله انه فارح، مشوا عدوان. والله انه مع الشعب ومع الرياضه. كلنا مع السعوديه ومع الشعب السعودي الصدق، وفارحين انهم فازوا. بس فازوا صدق والله فازوا واللعب ضخم. فازوا على الارجنتين. ايوه يعني اشاعه، انا اعتقد اني اشاعه على ضمانتي انت بتسخطها بعد اخوك. امانه والله يا اخي، لانه الصدق السعوديه يعني ما قدرت تفوز على الارجنتين في الاثاري، عادي حتفوز عليهم والله انه فوز. انا شاوريك الاهداف وانت حتحكم بنفسك وتبصر المباراه. والله يعني متاكد مش اشاعه على ضمانتي. فلذلك يلا خلاص صابر بعدك، وانا يعني مأمن موكل. فالف مبروك للمنتخب السعودي والشعب السعودي. والف مبروك وانا والكل الشعب السعودي والمنتخب السعودي وانا والله اني مشجع السعودي. ايش حتصرف لهم؟ اصرف لهم من انكاس، ما اصرف لهم. فانا مسمى هذا نهنئ ونبارك للشعب للمسمى هذا الزنوات او لا يسمون المنتخب فنهنئ ونبارك للمنتخب السعودي والشعب السعودي. وانا والله اننا مشجع السعوديه. لا تقول اننا مشجع السعودي. اهدى تعال لا تقول اننا بينكره السعوديه. والله اني منشجع المنتخب السعودي من القلب. ويعني انهم فازوا على الارجنتين هذا والله اني ضربه قاضيه يعني. أدبوا ميسي. والله الان ميسي حيتبرع للقوى الصاروخيه حق الحوثيين، حيتبرع ب30 مليار دولار. انعثوا السعوديه. تحيه للسعوديه. فيعني خلاص والله ميسي ان قد سمعته في الارض بعد ما فازوا عليكم السعوديه. السعوديه يا فرحة كريستيانو الان يعني معيد عيد. مباري كريستيانو بالسعوديه وحيفوز لو جد يفوز السعودي على البرتغال. يا سلام. هو في البرتغال. هو في البرتغال. في البرتغال. فان شاء الله يجد يفوزوا على كريستيانو والسعوديه. يعني ان شاء الله نتشل كاس العالم. أيوة. والله لا نقرح لا نحرق صنعاء لو تفوز السعوديه ان شاء الله باذن الله وتشيل كاس العالم. نفس ما فرحنا للمنتخب اليمني لو ما فازوا في مسمى. هدفنا على السعوديه دبلكي نفس الفرحه، نفس اقوى منها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا الان مخزن في قطر، حضرت علشان اشاهد كاس العالم. ايش من قطر يا مصطفى؟ متابعينا الكرام، احنا مش في قطر، احنا في صنعاء في منتزه قصر سبأ السياحي، وجينا علشان متابعة كأس العالم. احباب قلبي انتظرونا في قصر سبأ لمشاهدة كأس العالم. منتزه قصر سبأ السياحي من أجمل المنتزهات. العنوان شارع حده بريد حده شارع 24 جوار جامعة تونتك الماليزية.